يا مساء السعادة وسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوتك لنا. لو أول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي. أتمنى طبعا الفيديو ينال رضاكم وأكون خفيف على قلوبكم، وأتشرف طبعا بانضمامكم على قناتي. وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض حبة كرنب، يعني هقول لكم عسل عسل والله. وشويه فراخ مشويه حلوين برضو، ومش هنستعمل شوايه ولا اي حاجه، هنعملها كده بالراحه مع بعضنا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا عندي ماده دهنيه هنزل فيها بكميه بصل حلوه وفلفل حامي، وكمان فلفل اخضر عادي. تمام. بعد كده هدبلهم شويه مش كتير، يعني هدبلهم بس مش هديهم لون. هنزل عليهم بمعلقتين من الصلصه، وهسيبها لغايه ما يتطير منها الريحه بتاعه المواد الحافظه. تمام. هنزل عليهم بشويه خضره صغيرين، يعني كبشه كده مش كتير. الحبه دول بقى هيعملوا ريحه كده ويفحفحوا في الشقه، وكل الناس يعرفوا انك بتعملي محشي. بيبقى طعمه خطير يا جماعه. هتنزلي بالصلصه بتاعتك والبهارات ملح وفلفل وشطه وبابريكا وكمون وكزبره، وشويه سكر صغيرين عشان يعادلوا الحموضه بتاعه الصلصه، وكمان مكعب مرقه. لو مش عايزه مكعب المرقه عادي مفيش اي مشكله، ممكن تشيليه. وهنحطهم على النار لغايه لما يتسبكوا. تعالوا بقى نعمل الفراخ بتاعتنا. عندي بصلايه حلوه، وعندي 3 طماطميات مقطعهم شرايح، وعندي معلقتين من الصلصه، فلفل وملح وبابريكا وكاري، وكمان عندي شطه وشويه سكر صغيرين. لو ما فيش عسل، لو في عسل حطي عسل. هنقلبهم تقليبه حلوه، وانا بقتنعش لما انزل بايدي كده واديهم يعني بصوا عصرتين بايدي كده عشان خاطر ينزلوا العصاره بتاعتهم، لان حراره الايد بتدي النتيجه دي. بعد كده تجيبي الفراخ وهتحطيها فيها كده وتقعدي تدلكيها كويس جدا. طبعا هعمل الكميه كلها وهرجع لكم. بعد كده تشيليها في التلاجة لغايه لما نخلص خالص المحشي بتاعنا، تكون التتبيله بقت زي الفل اهي. تمام كده تمام. نحطهم بقى في التلاجة ونسيبها. الصلصه بتاعتي خلاص اتسبكت وبقت زي الفل زي ما انت شايفه كده. هتجيبي الرز الكميه اللي انت عايزاها. وعايزه اقول لكم حاجه، انا شلت معلقتين 3 من الصلصه على جنب، هقول لكم ليه دلوقتي. هنزل عليها بالرز، وبعد كده كتري الخضره كل ما تكتريها في المحشي كل ما تديكي نتيجه هايله. هتقلبي الجمال ده كله مع بعضه زي ما انتم شايفين كده اهو، زي الفل. اللون هيبقى حلو دلوقتي، انا لسه بقلب برده. تمام اهو، اللون بتاعها حلو زي الفل كده. تعالوا بقى هنجيب صينيه. لو ما عندكيش كرومب زياده، انا طبعا عشان كنت مفرزاه في الفريزر فما عنديش كرومب ان انا احطه في الارضيه بتاعه الحله او الصينيه، فحطيت طماطم وبصل. هتجيبي الكرومبايه زي ما انت شايفه كده وهتحشيها وهتحطيها زي ما انت شايفه كمان مره اهو. بس ما تكتريش الرز، احنا ما بنعملش قنابل ذريه، احنا بنعمل محشي صغنن كده ولذيذ يبقى حلو في ايديك وانت بتاكليه. هكمل واقول لكم. بصوا ده الصف الاولاني، حبه بالطول وحبه بالعرض. الصف التاني اللي كان بالطول هعمله بالعرض، واللي كان بالعرض هعمله بالطول عشان يبقى التسويه صح في الاخر. تمام كده تمام كده خلاص زي الفل. هنجيب بقى المعلقتين 3 الصلصه او التسبيكه اللي احنا كنا واخدينها من الصلصه بتاعتنا، ونحط عليها مرقه، مرقه دجاج عاديه، او لو مش عايزه برضو استغني عنها مفيش اي مشكله، والملح بتاعنا. وهنحط عليها ميه مغليه، لازم تكون ميه مغليه. تمام اهو. وهتقلبيها كويس جدا جدا لغايه لما تدوبي الملح وتدوبي المرقه بتاعتك. بعد كده هتجيبي الصينيه بتاعتنا الجميله وتنزلي عليها بالمرقه اللي احنا عاملينها دي. بصي بقى ما تغرقيش المحشي بالمرقه يا دوب، يعني بصوا انا هقعد اهز كويس لغايه لما كل الميه تنزل لغايه تحت. الميه تكون واصله لغايه بالظبط نص المحشي. تمام، نص المحشيه من فوق، يبقى النص التاني مفهوش والنص التحتاني هو اللي فيه الميه. هتحطيها على النار لغايه اما تغلي، واول لما تغلي هتسيبيها لغايه تشرب شويه، وبعد كده توطي عليها شمعة وتسيبيها لغايه ما تستوي. الفراخ نفس الطريقه، حطها على النار من فوق لغايه لما تستوي تبقى كويسه جدا، وبعد كده انزلها تحت الشوايه بتاعه البوتاجاز لغايه ما تاخد اللون الحلو. تعالوا بقى نقلب المحشي بتاعنا التحفه. بصوا ولا لازق، ومفيش واحده رايحه كده ولا واحده جايه كده، كله زي بعضه، والسوا بتاعه كان مظبوط جدا حلو كده. تعالوا بقى نحط الفراخ فوقيه. بصوا الفراخ كأنك شويها بالظبط، طعمها وريحتها وشكلها تحفة. يا رب طبعا تجربوا طريقتي في عمايل المحشي وطريقتي في الفراخ، ورب يا رب تكون الطريقة سهلة واكون خفيفة على قلوبكم. عايزة اقول لكم شكرا لكل اشتراك عندي جديد، شكرا جدا ليكم. واتمنى اكون عند حسن ظنكم. يا جماعة لا بصوا. هو انا جعت وكمان صايمة، فهروح بقى اتوكل على الله وافطر بهذا المحشي الخطير.
وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. اوعي تنسي الاشتراك وتفعيل الجرس. اشوفك المره الجايه على خير في وصفه جديده ان شاء الله. الحمد لله رعايته. مع السلامه.